وكمان وحاول اهو فات شعبان وهو جه رمضان. ارقصوا يا بنات قولوا لي كمان وحاول يا وحاول يا حلوة وحاول. بابا جاب لي فانوس احمر واخضر من سنة لسنة عمال يكبر. بابا جاب لي فانوس احمر واخضر من سنة لسنة عمال يكبر. وانا جاية بغني وبعد ما اختار على قولت وحاول وكمان وحاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وفاتم صحه، اللهم امين يا رب العالمين. اهم حاجه في الفيديو دوت تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتحطوا اللايك بتاعي منكم فضلا وليس امرا. ولو اول مره تتفرج عليا جديد اتمنى تشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد بنزله هنزله ان شاء الله. ويلا ندخل الفيديو بتاعنا. طبعا النهارده هنفضل كده الاسبوعين اللي قبل رمضان هنعمل فيهم تفريزات رمضان، عشان كده نكون داخلين على رمضان تمام التمام ومفيش اي حاجه ناقصانا. هعمل النهارده طعميه وهعمل فول مدمس وهعمل هسلق لوبيا وهخزنها في الفريزر، وهعمل طماطم وهنضفها واخزنها في الفريزر. كل دوت وفيه مفاجآت في الفيديو، عايزاكم تكملوا الفيديو للاخر. هنعمل في الفيديو دوت حاجات كتيره وهتستفادوا ان شاء الله من الفيديو، وهتطلعوا بمعلومات يعني ان شاء الله ان شاء الله اول مره تسمعوها في الفيديو دوت. يلا ندخل الفيديو بتاعنا، يلا بينا. طبعا انا وريت لكم الفول، وريت لكم الفول المدشوش، وريت لكم الحمص، وريت لكم اللوبيا. كل دوت احنا كنا ناعينه من قبلها بيوم، كنا حاطينه في ميه من قبلها بيوم. تمام. جيت بقى هنا كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد زي ما انتم شايفين. اهم حاجه الطعميه بتحب الخضره. هندخل كده على الطعميه. اول حاجه بتحب بقى طبعا الشبت والكزبره، وبيبقى يعني ايه، يعني اصلا الطعمية متميزة باللون الاخضر دوت، فطبعا هي بتحب الشبت والكزبرة والبقدونس والكرات المصري والحاجات دي كلها. فانا طبعا زي ما انتم شايفين جبت لها فصين توم وبصلتين كده حلوين. وبقى طبعا حاول ان انت تكتري برضو في الخضار بتاعها اللي هو الشبت والكزبرة والبقدونس والكرات مصري والحاجات دي كلها. وتبداي طبعا بقى الفول المدشوش تكوني نقعاه من قبلها بيوم، والحمص بتاعك برضو نفس النظام. وتبداي برضو ان انت يعني ايه تحطهم كده على بعض وتغسليهم غسله حلوه، وتبداي ان انت تخرطي عليها بصلايه وتوم والشبت والكزبره والبقدونس والكرات المصري والحاجات دي كلها، تخلطيها كده على بعضها ويبقى موجود معاكي الكبه. طبعا انا كنت خلاص بقى طبعا خلصت مرحله النقع دوت، وكمان نضفتهم وغسلتهم بعد ما نقعتهم كمان، وخرطت كل حاجه وكل حاجه معايا تمام. في المرحله دي طبعا انا كنت خلاص خلصت بقى البقدونس وخلصت الشبت والكزبره. وهنا بقى كنت بحط لسه الثوم، احط الثوم وبعد كده هضرب بقى في الكبه. طبعا انت بصي مش هقولك انت تضربي كم مره، هي انت تفضلي تضربي في الطعميه دي لحد ما تنعم معاكي خالص. ما تحاوليش بكل الطرق ان انت تكيسيها كده وهي لسه تحسي كده ان هي ما نعمتش. يعني بصي خليها ناعمة على قد ما تقدري، والقوام بتاعها ما يفكش معاكي. يعني بصي هوريك القوام بتاعها في اخر ما اخلص. القوام بتاعها ولا يكون سايل قوي ولا هو يكون ناشف قوي، وفي نفس الوقت تكون ماسكة نفسها، وكمان تكون مفرومة حلو. فاهمين ازاي؟ فهنا طبعا اول ضربة ليها خالص ما حطيتلهاش ميه ولا اي حاجه، لكن تاني ضربه بقى بحط لها ميه. هنا بس ايه بخليها بس تاخد وتدي بس كده، وبعد كده هفرم كل اللي معايا دوت، وهبدا بقى ان انا هعمل لها فرمه تانية بنص كوبايه ميه في كل دور. هنا طبعا كان لسه اول دور ليها واول فرمه كمان، فطبعا ايه ما كنتش حطيت بقى ميه ولا كنت حطيت اي حاجه، كان لسه بس ايه بلين العمل علشان إيه الكبه برضو تبقى ماشيه معايا حلو. فاهمين ازاي؟ فطبعا ده اول دور ما بحطلوش ميه خالص، يا دوبك بس ايه هفرم اللي معايا ده كله. وبعد كده هبدا بقى ان انا افرم لها فرمه تانية، واحط بقى نص كوبايه ميه بنص كوبايه ميه. وحاولي برضو لو انتي مش حاطه في الكبه كتير ما تكتريش في الميه علشان يبقى القوام بتاعها طالع معاكي حلو.
هنا كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا طبعا عملت لكم الفيديو دوت وكنت بعمل الطعمية، وجيت بقى ايه علقت على اللوبيا وعلقت على الفول. في تريكات برضو في الفول لازم تعرفوها، بيطلع معاكم جميل قوي زي اللي بنجيبه من بره واحسن كمان. وعلى الاقل كمان ان احنا بنكون ضامنين الحاجة دي، بنكون احنا اللي عاملينها وحاطين فيها ايه وعاملينها ازاي. طبعا دوت خلاص خلصت بقى طبعا هنا. بس طبعا ده اول دور لسه، ده انا يجي ضربتهم يجي 3-4 مرات. هديلهم برضو فرمة كده على الخفيف، وهحطهم برضو مع اللي انا فرمتهم في الدور الاول. وهبدأ بقى شوية بشوية مع شوية مية، شوية بشوية مع شوية مية، لحد ما تحس ان هو خلاص ناعم والقوام زي ما احنا بنجيبه كده من بره ومسك نفسه. ولو حسيتي برضو ان هو انت كترت في المية ولا كده، ما تحطيش مية بقى، وحط بقى من العجين بتاعك. يعني لو حسيتي ان انتي كترتي في المية ولسه معاكي عجين لسه ما اتفرمش، يعني حطي من العجين وما تحطيش من المية. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله القوام بتاعها حلو قوي ومفرومة كمان حلو. القوام دوت بقى ولا بيحتاج اي حاجة. في ناس بقى بتحط دقيق، وفي ناس بتحط فينو، وفي ناس بتحط عيش، وكل الكلام دوت علشان يبقى القوام بتاعها ماسك ما تسيبش معاكي في الزيت. هي مش محتاجة اي حاجة خالص، هي كده زي الفل وتمام التمام. طبعا بعد معاناة، بعد ما ضربتها يجي 3-4 مرات ونعمت معايا بالشكل دوت. هنا خلصنا من الطعمية وهنسيبها بقى في جنب، وندخل على الفول وعلى اللوبيا. اللوبيا طبعا هتطلع معاكي رغاوي، وده طبيعي. طلع معاكي كده رغاوي سودا، حاولي برضو ان انت تشيليها، بس ده طبيعي يعني. سيبها بقى ان هي تتسلق براحتها خالص. انا عايزاك تطلعيها يعني ايه، حاولي ان انت تطلعيها يعني مستوية يعني، يا دوبك بس التسبيكة بتاعتها مش هتاخد فيها اي حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين الفول يعني بسم الله ما شاء الله الحباية بتاعته حلوة. دوت بقى الفول البلدي. انا طبعا عملت ايه في الفول، كنت نقعاه برضو مع الفول المدشوش ومع الحمص ومع اللوبيا. حطيت له شويه ميه وسبته كده يتسلق تسليقه خفيفه كده، يعني ايه ما دوستش عليه في السليق. وهبدا بقى ان انا هنزل بطماطميتين وبصلتين وفلفلايه كده وفصين توم، وتسيبيهم بقى يعني بصي انسيهم خالص. انا هنا خلاص خلصت بقى الطعمية وشال همها خالص. وطبعا الطعمية بقى برا النار ولا اي حاجة. انما بقى اللوبيا فهسيبيها برضو انسيها برضو عشان ايه ما تشيلهاش وهي لسه ما استوتش، لان هي بتطول. والفول ما تطلعهوش برضو او ما تطفيش عليه النار غير لما يكون استوى كويس وحسيت ان هو خلاص يعني ايه تطلعيه، هيتفرم على طول بقى في الخلاط ويبقى معاكي تمام. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى الطعمية هبدأ ان انا هكيسها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، بحيث ان هي ما تاخدش معايا مساحة، وبحيث كمان ان يبقى شكلها حلو. وتحاولي ان انت مثلا هتحطي شوية في الكيس، دول يبقوا مرة. فاهمين ازاي؟ يعني الكيس مرة. هكيس كل الكمية اللي معايا ديت بالشكل اللي انتوا شايفينه، بحيث ان هي ما تاخدش معاكي مساحة في الفريزر، بدل ما تكلكعيها ويبقى شكلها مش حلو. وتاني حاجة يبقى شكلها حلو كده ويفتح النفس. وتحاولي ان انتي مثلا اعملي مثلا مقدار ليكي معلقة مثلا كبيرة، حطي منها معلقتين 3 دوت، يبقوا طلعيها على قد العاملة على طول. طبعا انا ما حطيتلهاش فلافل ولا حطيتلها اي حاجة، طبعا البهارات بتاعتها لان هي لازم تتبهر، فلفل اسمر وكمون وملح وكل الكلام دوت. بس انا ما بهرتهاش، انا قلت وانا بطلعها عشان تفك وكل الكلام دوت وانا رايحه احمرها بقى وخلاص هحط لها البهارات بتاعتها. وفي تريكايه بقى كده علشان يبقى معاكي الطعميه نافشه كده وحلوه، بتحطي بيكنج باودر ما بتكتريش من ان هي نص معلقه بس كده، او معلقه من معلقه الشاي، وبيبقى معاكي زي الفل. هخلص بقى الكميه دي كلها
زي ما انتوا شايفين الشكل بصراحة كان حلو، ولونها كان حلو، والقوام بتاعها كان حلو. اللي انتوا شايفينه دوت عمل معايا 7 اكياس، وبسم الله ما شاء الله. يعني الكيس يعمل مرتين، ما يعملش مرة كمان، لان احنا الاسرة بتاعتنا صغيرة شوية، فيعني ايه الكيس هيعمل مرتين ما يعملش مرة كمان. عمل معايا 7 اكياس، وضامنة ان هما هيبقى انا حاطه فيهم ايه، وضامنة ان انا عاملاهم ازاي، وكل الكلام دوت. هنا طبعا الفول زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله. في الوقت دوت بقى تقفلي عليه، ما تفتحيش بقى عليه خالص غير لما تحسي ان هو ناقص ميه، او خلاص استوى. وهنا زي ما انتوا شايفين اللوبيا زي ما انتوا شايفين كده بتطلع رغاوي سودا، فده طبيعي يعني. هسيب برضو اللوبيا كانت لسه دخلت في السوا، ونفس النظام برضو الفول دخل في السوا، هسيبهم كده يندمجوا مع بعضهم، وهبقى اطفي عليهم النار شويه كده. يعني ايه يعني هياخدوا كده على البوتاجاز يجي تقريبا كده نص ساعه. هنا طبعا بقى اللوبيا بعد ما بردت، واخدت معايا وقت عما بردت كمان. يعني انا كنت بعملكم الفيديو دوت ومثلا كنا رايحين نتغدى اهو. الفيديو دوت بقى بعد ما طبعا المقطع دوت وانا بعمل لكم اللوبيا عما بردت وكده، كنا رايحين نتعشى. فطبعا بقى عما بردت عشان ما ينفعش ان انا اكيس الحاجه وهي سخنه، فبتسيب الحاجه تاخد وقتها لحد ما تبرد وتبقى تمام التمام، ومبقاش فيها اي حاجه خالص، وتبدأ بقى ان انت تكيسيها بقى على رواق. عملت برضو معايا كميه حلوه. وحاولي برضو ان انت المقدار دوت تعملي منه طبخة على طول، تحطي في الكيس طبخة، تطلعي كده الكيس يبقى طبخة على طول. اما هنا كده خلصنا الطعمية وعملناها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبرضو عملنا اللوبيا بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت بسم الله ما شاء الله. وجيت بقى هنا كان في شوية طماطم نضفتهم، شلت الروز بتاعتهم وغسلتهم غسلة حلوة، ونقعتهم كمان في المية، لان ساعات الطماطم تبقى من الارض رملة فبتلاقي فيها رمل، فلازم تتنقع كده في المية شوية حلوين، دقيقتين 3 كده، وتتغسل برضو غسلة حلوة. وهبدأ بقى ان انتوا زي ما انتوا شايفين كده هكيسهم. هيعملوا برضو معايا حوالي 4 اكياس، احسن من ما هما يبوظوا. يعني هيبوظوا ولا نخزنهم في الفريزر وقت ما نحتاجهم. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كمان مرة. يعني بصراحة الفول كان طعمه حلو وريحته جميلة جدا جدا. ومقولكمش بقى على القوام بتاعه، يعني ولا المية كتيرة قوي ولا اللي هي قليلة، وبسم الله ما شاء الله كان مستوي وكان حلو قوي. هنا بقى طبعا بعد ما برد كمان هكيس منه، هيعمل برضو معايا كمية حلوة. احلى حاجة في الموضوع دوت كله ان انا ضامنة انا عاملة ازاي وحاطة ايه ومش حاطة ايه. في ناس مثلا بتكون عاملة ويبقى حلو وكل حاجة، بس الله اعلم هي نظيفة ولا لا، او المكان اللي هي عملت فيه نظيف ولا لا، كل الكلام دوت. لكن انا ضامنة وعارفة ان الحاجة بتاعتي حلوة، وانا حاطة فيها ايه وكل الكلام ده، فبتبقي انت ضامنة كده وبتاكلي وانت مستريحة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو حط اللايك وحط كومنت العسل اللي زيك. طبعا بقى هنا خلصت بقى التفريزات ديت. اما بقى بحيث للزيتون فالزيتون دوت فيديو تاني ان شاء الله. زي ما انتم شايفين دوت الطعمية، ودوت الفول، ودوت الطماطم، ودوت الفاصوليا ايه اللوبيا. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة تبارك الله. اتمنى النهاردة الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تبخلوا علينا باللايك، والسلام عليكم.